مرحبا. الحركة الدورانية لجسم صلب يدور حول محور ثابت. الجانب العملي ميكانيك 2 أوردت المثال رقم 1: تتحرك أسطوانة دائرية حول محورها المنطبق على المحور O1 Y1 وفق المعادلة التالية، معادلة الحركة تتا تساوي بي بلوغاريتم الواحد زائد دبل بي او على البي، حيث الدبل بي او والبي ثوابت. المطلوب تعيين ما يلي في الجملة المتماسكة أي المتحركة مع الجسم الصلب. أول شيء بدنا سرعة وتسارع النقطة M تبعد عن محور الدوران بمقدار R. 2 قيمة أو طويلة التسارع الكلي، يعني المقصود التسارع المماسي والتسارع الناظمي. 3 شعاع الدوران تعيينه. الحل: هاي الاسطوانة دورناها حول المحور O1 Y1. طبعا شعاع الدوران بده يكون منطبق على المحور O1 Y1. جهة الدوران افترضناها بالجهة هاي، واخذنا نقطة مشان تسهيل الحل، نقطة M منطبقة على المحور OX، يعني اكسات نصف القطر R، والوايات والزدات هي أصفار. طلبنا سرعة هذه النقطة M. سرعة هذه النقطة وين؟ في الجملة المتماسكة. طبعا بالجملة المتماسكة احنا بنعرف انه ممنوع الاشتقاق، لذلك لجأنا الى العلاقة الشعاعية اللي هي VM تساوي شعاع الدوران مضروب بشعاع الموضع، ووضعت المصفوفة مركبات شعاع الدوران هاي اللي هن صفر دبل في. لاحظوا هون الدوران وين وضعته؟ تحت الجي. في المحاضرة النظرية كنت أنا واضعه تحت الكي، شعاع الواحد كي، لأني كنت مدور الأسطوانة حول المحور زد. الآن أنا عم بدورها حول المحور هذا هو جديد، حول المحور واي، وبالتالي مركبة شعاع الدوران بتكون دبل في تحت الشعاع الواحدة جي. الإحداثيات هون مركبات الام في الجملة المتماسكة هن عبارة عن ار صفر صفر. طبعا بالنشر طلع معي مركبة شعاع السرعة المطلوبة اللي هي ناقص ار بدبل في كي، اللي هو شعاع الواحدة على المحور زد. فيما يتعلق بالتسارع أيضا الاشتقاق ممنوع، ولكن طبقنا العلاقة الشعاعية. هي علاقة شعاعية: تسارع الزاوية مضروب بشعاع الموضع زائد شعاع الدوران مضروب بشعاع السرعة، ووضعت المحددات المطلوبة. طبعا وضعنا هون شعاع التسارع الزاوي تحت نفس الملاحظة سابقا، تحت الشعاع الواحدة جي، لأنه عندي دوران وين؟ حول الواي. في حين بالنظري لما كنت أدور حول المحور زد كان الإبسلون واضحها تحت الكي. هاي هو الشيء الجديد بالمسألة. طبعا بالتحليل المحددات هاي اللي أمامكم، هاي المحدد الأول المحدد الثاني، هذا المحدد عائد للعلاقة هاي شعاع التسارع الزاوي مضروب بشعاع الموضع، هاي محدده، وهذا شعاع الدوران مضروب بشعاع السرعة، هاي محدده. طبعا بالنشر طلع معي طبعا احنا التسارع كله هو عبارة عن تسارع مماسي، هاي رمزه جاما شعاع تي زائد جاما، هذا التسارع الناظمي، جاما ان شعاع. طبعا هاي العلاقة اللي طلعت معنا انه ناقص ار بإبسلون بشعاع الواحد كي، ناقص ايضا دبل في اللي هو شعاع الدوران او السرعة الزاوية للتربيع بنصف القطر باي. هاي عندي المركبات التسارع كلي، يعني هذا صار اسمه عندي التسارع المماسي، وصار اسمه عندي التسارع الناظمي. طبعا الطويلة هي تحت الجذر للتربيع، هاي طويلة الشعاع التسارع كلي. طلعنا الار اللي هو ثابت خارج الجذر، وهاي هي الإجابة المطلوبة. آخر طلب رقم 3 اللي هو هون شعاع الدوران. طبعا معروف شعاع الدوران إنه أنا بدي أشتق زاوية الدوران
شعاع الدوران بدي اشتق التابع على المعادلة رقم 1 اللي أنا أعطيته بنص المسألة، اشتقاق تابع لوغاريتمي معروف في التطبيق قواعد الاشتقاق. طلع معي شعاع الدوران هاي علاقته اللي هو دبل في بي بدبل في او على بي زائد دبل في او بالزمن تي مضروب بشعاع الواحدة على المحور واي. بهذا الشكل بتكون المسألة انتهت إن شاء الله، وشكرا لحسن استماعكم.